السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض صينية المسقعة، حاجة كده فوق الوصف يعني. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هنجاوب على السؤال اللي فات: في أي بلد ولد سيدنا عيسى عليه السلام؟ ولد في بيت لحم في فلسطين. والنهاردة هنسأل سؤال تاني: كم عدد أعمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. يلا بينا. هنحتاج معانا كيلو من البتنجان وقرنين فلفل. اول حاجه هقطع البرتنجان بالطول، مش هقطعه بالعرض علشان ما اشربش معايا زيت كتير، وده لان المسام بتاعه بتبقى مفتوحه لو عملته بالعرض، انما كده مفيش مسام تشرب زيت كتير. هنقعه في شويه ميه بملح وعليهم معلقتين خل. هقليه بس يا جماعه مش هسويه سوا كامل، يا دوبك اصفره من ناحيتين كده، نص سوا، ما يبقاش مستوي خالص لانه هيكمل سواه مع الصلصه اللي انا هعملها. لما ياخد اللون الحلو ده هقلبه على الناحية التانية ياخد نفس اللون وكده، وهاخد برضو الفلفل اديله تشويحة بسيطة. انا هعمل المسقعة من غير لحمة، هعملها كده قرديحي ويا سلام عليها بقى. مش هستخدم البصل، معايا نص راس تومة هفرمها فرم ناعم، هصفرها وانزل عليها باربع طماطمات مسورين ومعلقة صلصة، وهنزل عليهم بمعلقة ملح ومعلقة فلفل ومعلقة من الكمون، ولو عندك كزبرة حطي، انا ما كانش عندي ما حطيتش. هنزل بشوية خل، يا جماعة الخل المفروض كان يتحط قبل الطماطم بس انا نسيت، بس هيدي نفس النتيجة. ولما الصلصة تتسبك معايا وتقصر هعمل خط في النص، لو لو ما رجعتش تاني يبقى كده اتسبكت. هنزل بنص كوباية من المية، وبكده يبقى معايا الصلصة جاهزة. هرص البتنجان والفلفل في صينية، وهحط عليهم الصلصة اللي انا عملتها معاكم حالا، وهنزل عليها بالطماطم وادخلها الفرن. هتاخد في الفرن حوالي تلت ساعة وهحمر وشها، وكده يبقى انا عملت معاكم صينية مسقعة. ما تنسوش تحطوا قرن الفلفل الاحمر ده لان بيديلها طعم تاني وريحة حلوة يعني. هتاخد لون حلو، واقدمها مع الجرجير والجبنة الحادقة والبطاطس الشيبسي، وزي ما انتوا تحبوا هتقدموها. وبألف هنا على قلبكم. ما تنسوش دعمكم ليا، لايك وشير، لان بيفرق معايا جدا لما بتدعموني وبتكتبوا لي تعليقات حلوه بتفرحني عشان نستمر مع بعض. اشوفكم بخير، مع السلامه.